يا جماعة عاملين ايه؟ فيديو النهاردة مش هنلعب فيه قد ما احنا ما هنتكلم بعض يعني. نزلت فيديو مش فاكر كان عن ايه، بس كتبت في الوصف بتاعه ان الفيديو بتاع يوم السبت هيبقى نتناقش مع بعض. فانا النهاردة حبيت اتناقش على حاجة مهمة بتحصل لي. هيبقى 3 تحقيقات عن قناة اشروف جيمنج. يس. الشخص ده يا جماعة قد ايه هو بيحاول يفشلني، قد ايه هو بيحاول يعمل نفسه ان هو على طول عاوز يبقى حاطط عليا في كل حاجة. انا ما عملتلكش حاجة، اقسم بالله يا جماعة بسبب الحرب ان هو عاوز يحذف لي فيديوهاتي من على اليوتيوب. قناة غريبة. قلت قناة غريبة، اول ما قلتها بقى عاوز يحذف لي كل حاجة على الفيديو، على القناة بتاعتي. في ايه يعني ده؟ هنخش على الفيديو، هيبقى هنا ولا هنا؟ بص. اوكي يا جماعة، دلوقتي انا دخلت على قناته اهو، قناة اشروف جيمنج. ماشي. خلينا نشوف دلوقتي هو عامل ايه يعني شوية. اوكي، هو هنا منزل الفيديو اللي احنا عارفينه، يعني اللي ممكن اسيب لكم الرابط بتاعته تحت في الوصف او حتى في اول كومنت. بيقول لك هنا انا عملت كوبي رايت على اخر فيديو بتاع كينج اتش علشان احذفك يعني مش فاهم يعني ايه احذفك. انا مش احذف لك، وده جزء وكاتبها جزء من الحرب اني احذف فيديو من عند الولد هشام. يا الله، ده انت فعلا يعني بص يعني انت بجد فعلا ما نقصتلنيش ولا اي فيديو من كتر ان الفيديوهات اتمسحت. ماشي، من كتر الفيديوهات اللي اتمسحت ولا اي فيديو اتمسح. بص خلينا نشوف، والله العظيم خلينا نشوف كده، نتفرج شوية على القناة اللي ما فيهاش اي فيديو، اللي كلها اتمسحت من اشرف جيمنج يعني. يا نهار ابيض، ما فيش ولا اي فيديو خالص، ولا اي فيديو. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. عشان هو بيمثل. خلينا كده نخش على الشورتس، كان بيقول يعني. استنى طبعا حذف. طبعا انا لسه بحاول احذف الفيديو من عنده زي ما انا قلت كده في المنتدى، وهي طبعا هتنتهي قريب، وانا عارف هو لسه مش هقول لكم الطريقه اللي ممكن يستخدمها ويأذيني بيها، بس انا اقول لكم ان هي تنتهي قريب. فاستنوا بقى الفيديو الجاي، يلا مستنوا بقى الفيديو الجاي. سلام. استنى طبعا حذف. ولا اي فيديو اتمسح. كده احنا كشفنا حاجتين. ماشي، اول حاجة ان هو عمال يستعبط ويقول ان انا همسح لك الفيديوهات بتاعتك. ماشي. تاني حاجة، الكذب اللي عمال يكذبه، اللي عمال على بطال على الناس ده، كذب في كذب في كذب اهو. هنا عمال يكذب، وغير ان اصلا ان هو مش هيعمل حاجة، وتحداكوا لو عمل حاجة. ماشي. عاوز بقى اعرف حاجة بسرعة جدا جدا، هو ايه علاقة دكتور ميشو اللي انت حاطه في كل حاجة عندك على اليوتيوب بالحرب؟ بصوا يا جماعة، انا فعلا مش منطقي اللي هو بيعمله ده. في مفاجأة هتعمل قريب بعد ما الحرب تنتهي، وهي تخمين. بصوا بقى كده، لو دخلنا بالظبط هنا، ايوه لا، عامل نفس الحاجة اللي الدكتور ميشو عاملها بالظبط، عشان هو كل حاجة يسرقها، كل حاجة عاوز، اللي هو محسسني مثلا هو اللي بيخترع الحاجات دي. السلام عليكم. ايه انت عاوز ايه؟ انت فعلا عاوز ايه؟ اتحداك تكسب الحرب.